السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل النهارده الكشري المصري في البيت، كشري المحلات، بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف الطريقه ونعملها ويا رب تعجبكم. بسم الله. النهارده هنبدا. معايا كده حمص الشام وعدس بجبه، نقعهم بقالي 3 ساعات ميه دافيه كده ونقعته. وهنا بصلايه مقطعه رفيع، قطع صغيرة رفيعة. هي بصلاية صغيرة، طبعا انتوا عارفين أسعار البصل والدنيا عاملة ايه، فهي بصلاية صغيرة بس في الزيت. وهحمرها. والحلة اللي ورا ديت الحلة اللي هسلق فيها حمص الشام. سخن مية وهسلقه فيها. نبدأ بقى في التقليب البصلاية بحيث ايه كلها تاخد لون واحد مع بعضيها، متبقاش واحدة وواحدة. ولا حطيت له دقيق ولا حطيت له ملح ولا نشا ولا أي حاجة. أنا هحمره وهطلعه في الطبق، واحط له شويه ملح بعد ما اطلعه خالص واسيبه في المطبخ كده. مش هشيله بقى لا في فرن ولا في اي حاجه، هسيبه في الهوا كده على الرخامه. بيبقى متحمس وزي الفل ومقرمش كده. هطلعه كله. بعد كده نشوف هنعمل ايه. انا هنا كنت حطيت كمان الحمص يستوي على النار. اهم حاجه تنقعيه بحيث ما ياخدش منك سوا كتير. والعدس نفس الشيء. اهو خلصت اهو، خد لونه اهو كله زي بعضه. وهحطه بقى على الرخامه، شوية ملح عليه بس وهركنه كده في الهوا، يبقى مقرمش وما شاء الله. هنا هنزل بقى بالعدس. دي طريقتنا احنا اللي بنعمله بيها، يطلع جميل واحلى من المحلات وانضف. هنا سبت المية سخنت شوية وصفيت العدس وغسلته ورحت مصفيه ونزلت بيه في المية. اسيبه بقى ياخد غلوته لحد ما يدخل في السوا. هنا كنت حاطه المكرونة، كنت جايبه ربع مكرونة خواتم وربع اسباجيتي. وكسرت الاسباجيتي على 3 مرات كده، لان هتتاكل بالمعلقه مش بشوكه. هسيبها بقى تكمل سواها مع نفسها. يبقى انا كده حطيت الحمص والمكرونه والعدس على النار. هنا هحمر شويه شعريه وهنزل بيهم بقى على العدس بعد ما يستوي يدخل في السوا. هو كده كان خلاص بدأ يدخل في السوا. هحمر له بقى الشعريه. هنا هشوف المكرونه هي كده خلاص دخلت في السوا، هصفيها. خلاص كده وديتها تتصفى. وهقلب بقى في الشعرية. انا بحب احمر الشعرية وتاخد لون كده غامق سيكة كده. وهنزل بقى بيها على العدس. هي دي طريقتي وبيطلع جميل واحلى من المحلات. يعني محدش داقه الا وشكر فيه الحمد لله يعني. هنا خلاص العدس كان دخل في السوا، هنزل عليه بالشعرية. وهبدأ بقى اظبط له التوابل والملح بتاعه. وبعدين اغسل الرز واحطه. نبدأ بقى نحط له التوابل. هو شوية ملح. وانا بحط له كمان بقى معلقة كمون صغيرة ومعلقة فلفل اسمر. حاجة كده ما تسكرش، صغيرة. تدي له طعم وريحة جميلة للرز والعدس. دي عادة فينا يعني على طول، تدي له تيست جميل. هنا بقى خلاص كده غسلنا الرز وهننزل بيه عليه. نقلبهم بقى في قلب بعضهم ونسيبهم ياخدوا سواهم مع بعض. جربي كده حكاية الفلفل والكمون مع الملح، بيطلع طعمه جميل وريحته جميلة. بصي ما شاء الله مفلفل ازاي. هي دي طريقتنا وهي دي عمايلنا طول عمرنا.
وبيطلع زي كشري المحلات واحلى وانضف. هنا لسه الحمص على النار اهو، هنشوفه دخل في السوا ولا لسه. لو خلاص هصفيه واشيله على جنب. هو كده خلاص. هنا بقى خلاص هو حطينا الرز اهو يستوي، وهنبدأ بقى نعمل الصلصة بقى. معلقة كبيرة من الثوم، شوية زيت كده على النار ونحمر فيه. نسيبهم على النار ونضرب القوطة في الخلاط ونرجع له تاني. بصي بقى ما شاء الله، يعني احلى طبق كشري. ولا تقوليلي بقى محلات، ولا العلبة ب20 ولا ب30 وحاجة نضيفة في البيت ومش مكلفة. والكشري ده من احلى الاكلات المصرية. ننزل بقى بالطماطم عليها الصلصة ونسيبها على التومة، نحط لها التوابل بتاعتها ونسبكها. هنا معلقة بابريكا، وهنحط كمون، وهنحط معلقة كزبرة ناعمة برضو، وحطيت هنا برضو نص معلقة صغيرة من فلفل الأسمر، ونغطيها. يعني التوابل هتحطي كمون وكزبرة وفلفل، وهنسيبهم بقى يسبكوا على النار. هننزل بقى بربع كوباية كده من الخل، ونسيبه بقى يتسبك مع بعضه. هنا كانت خلاص بدأت اهي. يعني الخل ده انا بحطه في الاخر كده، اما بتقرب تستوي بروح حاطلها الخل ياخد غلوتين واطفي عليها. يبقى هنا خلصت المكرونة والرز مغطية عليه وحمص الشام خلاص استوى. هنا بقى شوية زيت وننزل بمعلقة توم كبيرة. هنعمل هنا الدقة، احلى بقى دقة وما اقولكوش بقى. بس معلش بقى، هي في حاجة كمان انا ما عملتش، اللي هي الشطة، اللي هي تحمري الشطة او الفلفل الاحمر المشطشط دوت، اللي هو الفلفل السوداني، عشان انا عندي حساسية على صدري سامحوني. بس هي دي طريقته، تحمري الشطة وتنزلي عليها بخل ومية. انا ما قدرتش، والصلصة ما قدرتش بصراحة، ما بعملهاش، فسامحوني. هنا الدقة بقى هننزل عليها الثوم ونحمره، وننزل عليه برضو بكمون وفلفل وكزبرة ناعمة، ونسيبهم يغلوا مع بعضهم كده، وانزل عليهم بربع كوباية خل. نبدأ نقلب فيهم كده. والملح بقى ده على حسب ايه انتي وراحتك. وهننزل هنا بعصير ليمونتين، هي الدقة بتحب الخل والليمون. عصير الليمون، وبعد كده هننزل بكوباية مية، هو المج ده بس، ونقلبها ونسيبها تغلي بس على النار غلوتين كده وخلاص، ونطفي عليها. هي دي الدقة. والصلصة صح، عشان أنا نسيت اقول لكم، بحط لها معلقة سكر. بحط لها معلقة سكر بعد تدخل في السوا كده، برضو بنزل عليها بمعلقة سكر صغيرة، حاجة كده صغيرة، معلقة صغيرة. هنا هنبدأ نغرفه بقى. بص ما شاء الله مفلفل الرز ازاي، شعرية والعدس، وحطينا المكرونة اهي غرفناها. وهننزل بقى بالحمص، تصفيه وتحطيه على جنب، كل بقى واحد على حسب طلبه. نغرفه بقى كده. والغرف ده بقى انت برضو انت وذوقك، يعني انت وراحتك. تغرفيه بقى هي طبقات كده.
اهو البصل ما شاء الله مقرمش اهو. وهتنزل بقى عليه بالصلصة كمان. وادي الدقة خلصت، هنفضيها في الطبق. بصوا بقى، أنا مش قادرة اقول لكم يعني الحمد لله كل اللي لاقوا واللي بياكل الكشري من ايدي بيشكر فيه والحمد لله. اعملوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. اذا عجبتكم شير ولايك واشتراك في القناة، متنسونيش بقى من دعواتكم. هنا ننزل بقى بالصلصة. احلى طبق كشري، حاجة رخيصة وحاجة نضيفة، وهتشبع وتاكلي وتشبعي احسن من العلب الصغيرة اللي ام 20 و30 جنيه وملهاش اي لازمة، وحاجة ما انتش عارفة هي معمولة ازاي. ما شاء الله طلع جميل، ومش قادرة اقول لكم بقى على الطعم.